السلام عليكم. الكثير يعاني من مشكلة الواتساب انه يتملى مقاطع وفيديوهات وحاجات ما نتفرجها ولا ما عندنا وقت لنتفرجها. طبعا حل هذه المشكلة نذهب في الاعدادات هنا كما تشاهدون، بعدين نذهب الى مكان التخزين والبيانات. هنا عندي في مكان التخزين والبيانات هنا إدارة التخزين. من خلال المكان هذا بعرف الحاجات اللي هي موجودة، تفاصيل كاملة. هنا عندي مراجعة العناصر وحذفها لكل الملفات، طبعا كل الدردشات. وعندي تحت الدردشات، كل الدردشة وكم فيها من جيجات، كم فيها ميجا بايت، كم فيها كل التفاصيل اللي فيها. مثلا إذا في الدردشات من هذه فيها حجم كبير أدخل عليها وأحذف الوسائط اللي فيها. وهنا الدردشات لكل الفيديوهات، لكل الدردشات أستطيع من هنا برضو أحذفها. طبعا إذا أردنا إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط بنرجع من المكان هذا كما تشاهدون، نرجع من هنا، بعدين أنزل هنا عند أثناء استخدام البيانات أعمل له هنا أشيل الصح اللي موجودة هنا، كانت موجود صح أشيلها أخليه كذا من غير صح. بعدين أنزل تحت هنا عند أثناء استخدام الواي فاي برضه أشيل الصح كامل من هنا وأعمل له موافق أخليه كذا من غير صح، عشان إذا جاءني فيديو ولا صور ولا أي حاجة أرسلت لي، سواء كنت بستخدم الواي فاي أو البيانات العادية، ما بتنزل عندي إلا بعد ما أعمل لها تنزيل بنفسي.